اخباركم ايه؟ سمك لبن تمر هندي ده اللي بيحصل بالفعل، والمثل المصري البلدي بيقول يا بخت مبكاني وبكى عليا، ولا اللي يضحكني ويضحك الناس عليا بلدك على الحلوة وعلى المرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إمارة حبايب، اقتراحي هو أن تقوم حكومة مصر بنقل كل السوريين على أرضها قريبا من مثلث حلايب. ولو كلام اللي هتسمعه هيضايقك، تعرف اني بحبك وعايز الخير ليك ولبلدك. تلك الإمارة والاغتراب فيها ممنوحا للسوريين أولا. يعني لما اقول لكل الاخوة اللي ببلدهم التاني مصر، اخواتنا وحبايبنا من كل الجنسيات، سوداني سوري اي جنسية، شعب مصر عمره ما ترك بلده. فتمنحهم اعترافا وصلاحيات ومزايا استثمارية وعالمية تشبه الإدارة الذاتية لمدة طويلة. ان شعب مصر ما تركش بلده ووقف في الشوارع والميادين مع جيشه وشرطته ضد الميليشيات والحركات المدعومة من قوى عظمى، واللي منها المغيبين. وتتيح لكل السوريين في مصر والعالم الانتقال منها وإليها والحصول على جنسية الإمارة المؤقتة. رجع الأمن لمصر وبدأ المصري يبني وينمي في ظروف صعبة جدا. يا ريت كل شعب عربي يتعلم ويضحي بروحه ويرجع لبلده ويقف مع جيشه ضد الميليشيات والإرهاب. كفاية هجرة وحب فلوس. تحياتي ليكم.